أوه. عرفي لنا. من اليمين سهى. المرحومة سهى. الوسط أنا. شهد الشمالي. اليسار سجا. سجا. يعني انت جزء من الحالة العراقية، جزء من ابناء هذا الوطن. كل شخص فقد عزيز وفقد غالي وفقد اخ وفقد اخت وفقد اب وام وابن. اليوم يجوز الشارع والجمهور العراقي والمتابع لشهد الشمري يشوف فقط الجزء المشرق، جزء الفرح والسعادة والوناسة اللي عاشتها شهد الشمري، ما يعرف انه اكو حالة ايضا مأساوية، حالها حال بقية الناس. طبعا اشكر والدتك اللي كلفتها بهذا الموضوع وجابت له الصور. اكيد ما يسعدنا انه تكونين بهذا الحال وتستذكرين اخواتك اللي فقدتيهم، لكن هذه بعد حياتنا احنا العراقيين وتعودنا على هذا الشيء. وايضا نريد يعني بنفس الوقت الجمهور يتابع ويعرف بعض التفاصيل عن شهد الشمري. احكينا عن الحادثة، احكينا عن قصة سجا وسهى. سجا الكبيرة، سهى الصغيرة. بداية الحرب بال2003 راحوا لبيت خالتي. تعرف أغلب الناس طلعوا وخافوا من الظروف الصعبة. احنا كنا 3 بنات، أني وسجا وسهى، فطلعوا وراحوا البيت خالتي بالديوانية. ابنها بحضنها، كبيرة متزوجة، صغيرة لا بالابتدائية. راحوا لقضاء الكفل أو الشفل. فمن رايحين بالطريق شافوهم الأمريكان. أنت مو وياهم؟ أنا مو وياهم. السبب أنا متعلقة كلش بوالدتي، هي كانت تخاف على ابنها. قالت أنتم ببغداد راح يهجموها الأمريكان، سبحان الله. أنا راح أخلص أروح سبحان الله. يعني، فأبقوا أنتم موتون أنا ما أجي لكم. فشافوهم الأمريكان وضربوهم ضرب عشوائي بالطريق كلهم، هي وابنها وابن خالتي وولد عمها 4. عائلة واحدة كلهم. كم شخص راح بهاي الحادثة؟ 8 شهداء، من ضمنهم أختك، خواتك 2 وابن أختك. ضربوهم الأمريكان وإحنا ما نعرف، الأرضيات انقطعت تماما الخطوط. إحنا ما نعرف هم وصلوا بيت خالتي أو لا. بقينا 14 يوم ندور عليهم. آخر شي رحنا لبيت خالتي، قالوا ما أجونا، لا هم ولا ابن خالتي عبد الله يرحمه. بقينا ندور ما بين الديوانية، ما بين قضاء الكفل، ما بين المشخاب، ما بين غماس، ما بين ألم، حرمان، معاناة. أهلك ما تعرف وين أنت. آخر شيء الأمريكان ضاربيهم بالغلط، توقعوهم فدائيين صدام أو هيك شيء بوقتها. فقعد الصبح الفلاح شافهم كلهم ميتين وأمنهم دفنهم. سبحان الله. فأجينا لقينا يعني ما نريد نفتح الجروح، لكن جزء ايضا يعني قلت لك من الحاله العراقيه انت. اكيد احنا يعني حالنا حال العوائل. تحدثت قبل شويه انه بالاعلام احنا نطلع بهذا المظهر، لكن حياتنا الطبيعيه أكيد. مثل حالي من حال كل العراقيين وحالي من حال كل البشر. يعني ندعي لهم بالرحمه ان شاء الله والخلود، والله يصبركم. بس اللي احب اقوله احمد، هذا دليل على انه احنا حالنا حال بقيه الناس. كل بيت عراقي فقد شهيد او شهيده
أو أب أو أخ أو إحنا مو عوائل مسترخية. المظاهر دائما خداعة، اللي راح من أدنى مو شوية. يلا مشاهدينا الكرام، خلونا نروح الفاصل ونرجع.